السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيكم على مطبخ الكحيانين وجماعة المفلسين. سيد أفندي المفلس دائما والمسكين. يلا بينا نعمل رز حبة وحبة. معانا معلقة رز هننزل بيها في حلة فيها معلقتين زيت ونشوحهم. ومعاكم ابتدت معلقة الرز تاخد لون، وهننزل عليها بكوباية مية اهي. وبعد كوباية المية هننزل بمرقة دجاج هنقلبها اهي. كوباية المية لازم تكون سخنة عشان الرز ما يعجنش مننا. وبعد كده هننزل بمعلقة سكر عشان الرز يستوي بسرعة وما ياخدش وقت في التسوية. وبعد كده زي ما انتم شايفين هننزل ببقية الرز بتاعنا ونكمل المية لغاية اما تعدي الرز بمقدار صابع، مش اكتر من كده. ونقلب تقلبتين وهننزل بالملح بتاعنا اهو، ونقلب وعلى نار هادية، ونرجع لكم بعد 10 دقايق ونبص عليه ونقلب تقلبتين ونستنى عليه حوالي 10 دقايق ونرجع لكم. وفتحنا عليه بعد 10 دقايق ابتدى يتشرب اهو زي ما انتم شايفين، وهنستنى عليه 5 دقايق كمان عشان يفلفل. واخيرا استوى زي ما انتم شايفين بالهنا والشفا. وتعالوا نشوفوا هنقدمه ازاي مع الكبد والقوانص اللي كنا عاملينها في حلقة سابقة قبل كده. واخيرا زي ما انتم شايفين بالهنا والشفا. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. على مطبخ الكحيانين والجماعة المفلسين. سيد أفندي المفلس دائما والمسكين. رز بالكبد والقوانص. اوعوا تنسونا في اللايك والشير والاشتراك على قناتنا مطبخ الكحيانين والجماعة المفلسين.